السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهوة ملكة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم معسلات الدمعة بالزنجلان، تيجيو رائعين، تيجيو مقرمشين ولذاذ. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وندوزو ان شاء الله للطريقة ديال التحضير. عندي 2 كيسان ديال الزنجلان، 2 كيسان ديال العنبة العبر بكاسة العنبة، و4 كيسان ديال الدقيق الابيض النوع الجيد، تقريبا 400 غرام ديال الدقيق و200 غرام ديال الزنجلان. كناخذ واحد البول تنوضعو فيه هاد العناصر، الدقيق مع الزنجلان. غنضيف واحد الملعقه ديال حبه حلاوه، ملعقه صغيره، وملعقه ديال النافع، وملعقه ديال القرفه. غنضيف شويه ديال الملح. انا عندي خميره كيماويه، ملعقه صغيره تكون عامره. غندير واحد القبيصه ديال الملح وغنخلط هاد العناصر مزيان. كنخلط هاد النواشف مزيان مع بعضياتها. دابا ان شاء الله غنضيف واحد الملعقه صغيره ديال الخل، ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، وجوج الملاعق ديال زيت المائده، زيت نباتيه. وغنضيف نصف كاس ديال الزبده، ونصف كاس ديال ماء الزهر فيه شويه ديال الزعفران حور، اولا ديروا فيه شويه ديال الضمه ديال الزعفران. الزيت ديروا قل من نصف كاس شويه. هنا عندي نصف كاس ديال الزهر. غنضيف هذا الماء ديال الزهر ونخلط. دابا ان شاء الله غنزيد الماء. الماء تضيفوه شويه بشويه حتى تحصلوا على القياس اللي بغيتو ديال العجين، ما تكونش رخوه وما تكونش قاصحه. تقريبا ضفت نصف كاس ديال الماء وزدت واحد شويه في الاخر. نتوما تضيفوا الماء وعينكم ميزانكم، ما تكونش العجينه رخوه، خليوها تكون شويه شاده في راسها. ها نتوما العجين كيفاش تيجي، تكون على هذا الشكل. غندوزو ان شاء الله باش نشكلوها. تناخذ الكويره ديال العجين وتنسرحوها بالمدلك، تديروا السمك ديالها يكون رقيق. الا كانت تلصق لكم في مكان العمل ديروا رشوا بشويه ديال الدقيق. من بعد ما سرحت العجين تنقطعها بالجره، تنقاد لها دوك الجوانب ديالها. نقاد الجوانب عاد نقطعها بالجراره على شكل ديال الاشرطه. وضروري تكون العجينه رقيقه، ما تخليوهاش غليظه. العجينه اللي حيدت نعاود نجمعها نعاود نسرحها. دابا ان شاء الله غنقطع العجين كلها هي اشرطه. ما تكونش اشرطه العرض ديالها تكون شويه رقيقه. هانتوما راه الشكل راه باين في الفيديو. غنستمر تنقطعها كلها هي على الطريقه هذه. من بعد ما قطعتها غادي نشكلها.
تنلويها على 2 ديال الأصابع، تنحط العجينة وتنعاود وتنرخي داك الشريط الثاني وتنجمعو في البلاصة مناش بديت العجينة، البلاصة مناش شكلت العجينة في الأصبع ديالي. هانتوما راه الطريقة باينة. صافي تنقرصو مزيان باش ما تحليناش ملي كنا تنقليوها. هانتوما الشكل ديالها تجي على شكل دميعة. غنشكل معكم واحدة أخرى. تنحطو العجينة في مكان العمل وتنطلقو داك الشريط تنرخيوه شوية وتنجمعوه في البلاصة مناش بدينا الشريط الأول، وتنقرصو بيدينا مزيان. هانتوما الشكل ديالها راه باين واضح. من بعد ما كملت العجين ديالي تندير الزيت في المقلاة حتى تنخليوها حتى تنشف عاد تنقليوها، ما تنقليوهاش ديك الساعة. تنديرو الزيت حتى تسخن والعافية تكون متوسطة تنديرو فيها العجين ديالنا. ملي تتصايبوها تخليوها حتى تنشف عاد تقليوها باش ما تحليكمش في المقلاة. تنعمروا المقلاة ديالنا بالعجين وتنخليوها حتى طيب من التحت وتنعاودو نقلبوها حتى طيب تاخد لون ذهبي ونزولوها ونديروها في العسل. والعافية تكون متوسطة، ما ديروش عافية مهيلة لا يقصح لكم في الزيت. من بعد ما طابو تنوضعوهم في العسل. انا العسل تيبان لكم فيه الجنجلان حيت قليت واحد القليه الاولى قليتها ودرتها في العسل. تنوضعوهم في العسل حتى يتشربوا مزيان بين ما نقلي ثاني مقله اخرى وتنزولهم من العسل وتنحطوهم في شي صفايه باش يتسقطروا. نحطوهم في شي شبكه ولا في كسكاس ولا اي حاجه حتى يتسقطروا عاد نزولوهم. وغنستمروا حتى نكملوا تنقليو العجين ديالنا كله هو. وهاد العجين راه تعطينا واحد الكميه كثيره. هانتوما بعد ما قليناهم انا راه عندي التبصيله، هاد التبصيل وعندي تبصيل اخر. هانتوما راه تيجيو على هاد الشكل، تيجيو رائعين، تيجيو مقرمشين والمذاق ديالهم رائع وساهلين في التحضير، تنحتاجوا لا طابع لا حتى حاجه. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.